السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني في كل مكان. النهاردة نعمل ريفيو عن كتاب الباهر الخاص بمادة اللغة العربية. هنشوف مع بعض محتويات الكتاب وهنشوف كمان مميزات الكتاب، لكن قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو. يلا مع بعض نبدأ. دايما بقول أهم ميزة في أي كتاب أنا بشتريه يكون بتصريح وتحت إشراف من وزارة التربية والتعليم، زي ما شايفين معايا بالشكل ده. تمام. معايا في البداية نشوف محتويات الكتاب من الداخل. شايفين معايا هنا كده الحقيقة هو مقسم الدرس لأجزاء دي كده. شايفين في البداية طبعا هو جايب مراجعة عامة على ما سبق، وبعدين جايب الموضوع الأول وجايب الدروس اللي هي الخاصة بالموضوع الأول زي ما شايفين. الموضوع التاني ودي كده محتوياته. بعدين جايب الموضوع الثالث والمحور التاني، في برضو موضوع أول موضوع تاني موضوع تالت، يعني هو كتاب مقسم ليه محورين. ده كده المحور الأول وده المحور التاني. بعدين هنا كده جايب مقدمة زي ما شايفين معايا. بعدين هنا جايب مصطلحات المنهج. تمام. وبعدين هنا جايب كده توزيعة المنهج للصف الثالث الخاصة بالفصل الدراسي الأول بالكامل، يعني ايه اللي هدرسه في شهر أكتوبر لنوفمبر ديسمبر، الأسبوع الأول لحد الأسبوع الأول من يناير، ودي الخطة بتاعة الدراسة. بعدين الحقيقة دايما كتاب الباهر بيبهرنا بالمراجعة اللي هو بيديهالنا في بداية الكتاب. شايفين دي المراجعة على ما سبق دراسته للعام الماضي. تمام. الحقيقة برضو بنبه على كل طلابي ان لازم يحلوا المراجعة دي لانها مهمة جدا، لانها بتأهلهم للعام الدراسي الجديد. شايفين معايا زي ما قلت المراجعة دي مهمة جدا جدا. تمام. اي حد تقف معاه اي حاجة يكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله ارد عليه. تمام. شايفين معايا اهو. تمام. الحقيقة مراجعة اكثر من رائعة. بعدين خلص المراجعة هيبدأ بالمحور الأول بعنوان من أكون. الموضوع الأول جسمي السليم. شايفين معايا طريقة عرضه للدرس الحقيقة طريقة أكثر من رائعة وجذابة جدا للأولاد. شايفين ازاي هو الصور معبرة عن الكلام المكتوب. تمام. والكلام كمان برضو الكلمات المهمة هو مديها لون مختلف عن الدرس. تمام. شايفين وبرضو مقسمه إلى فقرات، يعني ده كده عندنا فقرة. تمام. وبعدين هنا فقرة تانية وجايب برضو صورة تكون معبرة عن الكلام. تمام. وبعدين هنا برضو بنفس الشيء وبيدينا برضو سؤال في كل مرة كده عشان يشوف الطفل كده هل هو فاهم او صاحي اثناء حكي الدرس او سرد القصة ولا لا. تمام. هنا نفس الشيء برضو. تمام. ده كده عندنا مكمل الدرس. تمام اهو. وهنا كمان برضو نفس الشيء. شايفين معايا. بعدين هنا جايب قاموس الباهر، برضو هنا منسق الحقيقة الكلمات المعاني والكلمة ومضادها والكلمة وجمعها ومفردها كل الأجزاء المهمة وحطها في جداول زي ما شايفين. بعدين هنا جايب كده الأنشطة، نشاط واحد نشاط اتنين، ودي كده الأنشطة. تمام. شايفين معايا اهو. تمام. طيب وبعدين لسه مكمل الأنشطة على الدرس، برضو أنشطة كتيرة جدا. وكمان الميزة الجميلة ان هو تحت كل درس جايب الأهداف. مثلا عندنا جايب نشاط 4 مثلا وجايب لك الهدف، جايب لك نشاط 4 ويقول لك الهدف منه ايه، الهدف من النشاط ده ايه، هو جايبه لك هنا من تحت. نشاط 5 الهدف من الطفل او يعني هو عاوز منه ايه. تمام. بعدين نشاط 7 ونشاط 8، كل دي كده أنشطة بس على الدرس. ولسه ما خلصش نشاط 10 11 12. وهنا جايب الإملاء وده الخط. تمام. ان الطفل ان هو يكتب الجملة دي مرة تانية. بعدين جايب لاحظ وتعلم، برضو كمان دي أنشطة لسه مكمل الأنشطة. شايفين معايا كمية كبيرة جدا من الأنشطة. شايفين الحقيقة برضو زي ما قلت الكتاب أكثر من رائع ومتميز جدا. بعدين هنا كمان جايب قيم نفسك نشاط 1، وبرضو دي كلها أسئلة. شايفين معايا كمية الأسئلة اللي أنا بتكلم عنها في درس واحد بس. بعدين طبعا دي الدرس التاني عبارة عن قصة بيتكلم عن أدوات الشخصية، وبرضو مش طول معاكم هو بيسردها برضو بنفس الطريقة. لكن الجزئية الأولانية دي كان هو مش جاي فيها سؤال وإجابة لأنها كانت قصة استماع، لكن عندنا هنا في الدرس ده عشان ده مش استماع، ده درس أساسي عندنا في المنهج، فهو هنا جاي ملخص الدرس سؤال وإجابة. شايفين السؤال والإجابة، السؤال والإجابة بتاعة الدرس. تمام بالكامل. بعدين طبعا هنا جايب برضو أسئلة نفس الفكرة زي ما شرحت في الدرس الأول. هنا كمان برضو
في الدرس اللي بعده. والاسئله الحقيقه برضو زي ما قلت كتيره جدا، وطبعا شرح برضو معاها القواعد النحويه. هنا اسلوب الامر، اسلوب النهي. طبعا الدرس طبعا بنفس الطريقه وبنفس الصيغه. تعالوا كده في النهايه خالص برضو عشان هقول لكم على ميزه جميله جدا في الكتاب. هو برضو جايب هنا امتحانات، قيم نفسك والاساليب والتراكيب. كل دي كده اسئله، شايفين؟ دي كلها مراجعه على الكتاب بالكامل. الميزه الجميله ان هو جايب هنا في النهايه نموذج الاجابات، وطبعا ده بيساعد ولي الامر ان يساعد ابنه في ان هو بعد ما ابنه يحل او بنته يبدا ان هو يصحح له كل الاسئله اللي موجوده في الكتاب علشان ما يحسش باي صعوبه. وطبعا دي ميزه جميله جدا من كتاب الباهر، واتمنى الميزه دي تكون موجوده معانا كل السنين ان شاء الله القادمه. ده كان ريفيو سريع عن الكتاب، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.